اولاد يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده جايين نشتغل مع بعض اقوى مراجعه شهر ابريل، المراجعه اللي هتلم لك كل المنهج يونت 10 11 12، هتلم لك كل الجرامر الفوكاب، وتحل الشيت ده معايا وتدخل تنام وانت ضميرك مستريح. يلا دلوقتي نقول بسم الله ونبدا مع بعض. اول جزء عندنا في المراجعه هو شرح الجرامر. احنا هنشرح جرامر 10 و11 و12، هنعيد شرح كل حاجه تاني من اول وجديد ونحل مع بعض على الفوكاب، وسايبين لك جداول الكلمات هنا تراجعها، ولا هتروح على الكتاب ده ولا الكتاب ده، هتراجع بس الشيت ده من طبعا ملزمه استبهاد. كتاب استبهاد عامل لنا الملزمه بتاعت المراجعه دي تحفه جدا، حابين نشكر اسره الكتاب. وطبعا بعدها هنحل الكويشنز الاسئله بتاعت الفوكاب، وهنحل اسئله الجرامر، وكمان هنحل اسئله الامتحانات من استبهاد ملزمه استبهاد. فيلا دلوقتي without further ado من غير كلام كتير نبدا مع بعض شرح جرامر والاعدادي يونت 10 11 12. يلا نقول بسم الله. جرامر يونت 10 معانا طبعا صديقكم هنا عمرو طالب في الصف الاول الاعدادي، زميلكم وهو برضه في نفس الوقت قريبي، فهو هيشارك معانا في الفيديو ده وهو جاي يذاكر زيكم بالظبط. انت جاي تعمل هنا ايه؟ تذاكر عشان برضه عنده امتحان زيكم بالظبط. فيا ترى هو هيبقى شاطر او لا؟ ده اللي هنشوفه في الاحداث القادمه. يلا دلوقتي نقول بسم الله ونبدا مع بعض. يونت كام؟ يونت 10. فاكر يونت 10 عندك كانت بعنوان ايه يا عمرو؟ كانت بعنوان البروده دي بتشخبط بدل ما تمسح. كانت بعنوان الفيوتشر ايه؟ سمبل، المستقبل البسيط. بكل بساطه الفيوتشر سمبل ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من well، طبعا ببدا بالسبجكت الفاعل بتاعي، وبعدين بحط well وبحط الفيرب ان انفينيتيف، وكمان بحط برضو want لو الجمله منفيه، ممكن اكتبها want وممكن اكتب will not زائد الفيرب ان انفينيتيف. تمام؟ وطبعا ده كده التكوين بتاع الفيوتشر سمبل، ده تكوين المستقبل البسيط. نيجي بقى على استخدامات المستقبل البسيط، دي اهم حاجه. عندنا 6 استخدامات لكلمه well، كلهم عندكم في المنهج بتاعكم. اول استخدام لكلمه well ان انا عندي prediction. يعني ايه كلمه prediction؟ انا بعمل توقع، والتوقع ده بدون دليل، انا ما عنديش اي دليل عليه، ده مجرد رايي، ده مجرد راي. ففي كلمات اول ما بنشوفها بنستخدم معاها well على طول، زي كلمه مثلا soon، زي كلمة مثلا think، زي كلمة sure، زي كلمة expect. يعني ايه expect؟ يتوقع، expect. وهديكم دلوقتي امثلة على كلمة expect في اسئلة الرايت ممكن تجي لنا ازاي. وhope يأمل. عندنا كلمات كتير بتدل على استخدام كلمة well. انا هنا بتوقع الشيء من غير ما يكون عندي دليل، بقول لك مثلا I think، انا اعتقد، وبعدين اقول لك مثلا I not the race، انا هكسب السباق. هل عندي اي دليل؟ لا، يبقى هقول will win، حط will والverb in the infinitive، I think I will win the race. تمام؟ طيب عندنا الاستخدام الثاني لكلمة well. الاستخدام الثاني لكلمة well هو لما بيكون عندنا طبعا حاجة اسمها قرار سريع. يعني ايه قرار سريع؟ يعني quick decision. انا بعمل حاجة من غير ما اخطط لها. الباب بيخبط I will open، التليفون بيرن I will answer، لا التليفون بيرن كده I will answer. ومثلا انا جعان I'm hungry I will eat، حاجه من غير ما اعمل لها خطه. هل انا بعمل خطه عشان اكل لو انا جعان؟ لا، انا بقوم اكل. يبقى مثلا I'm hungry، انا جعان، I will eat، انا هقوم اكل. حطيت كلمه will والفيرب ان infinitive. ده الاستخدام الثاني. يبقى الاول prediction، الثاني قرار سريع. الثالث بقى لما بعمل offer او request. يعني ايه offer او request؟ يعني لما بطلب حاجه من حد طلب، او لما بعزم على حد بحاجه عزومه. يعني بقول لواحد مثلا هل انت هتحتاج مساعده يا عمرو؟ هل هتحتاج مساعده؟ انا بعزم على عمرو، صح؟ يبقى will you يا عمرو، طبعا دي صيغه السؤال، بحط will الاول وبعدين بحط السبجكت الفاعل بتاعي. will you يا عمرو need help، هل انت يا عمرو هتحتاج مساعده؟ حطيت will، حطيت الفاعل، وبعدين حطيت الفعل الاصلي اللي هو يحتاج مساعده، الفعل في المصدر اهو infinitive اللي هو need. او ممكن مثلا انا بطلب من عمرو مساعده، بقول لك يا عمرو طلب بقى request. ممكن يا عمرو، طبعا على كاست، offer هو العزومه وريكوست هي الطلب. عمرو ممكن تساعدني؟ will you يا عمرو help me، هل انت ممكن تساعدني؟ تمام؟ يبقى انا عملت ايه هنا؟ عملت ايه؟ طلب يعني ايه؟ يعني ريكوست. وفوق انا بعزم على عمرو، عزومه يعني ايه؟ offer. تمام؟ طيب نيجي على الاستخدام الرابع لكلمه will. الاستخدام الرابع ده سهل قوي مع كلمه اسمها promise، انا بوعد. فانا هنا بقول I promise I will help you، انا بوعدك ان انا هساعدك. خلي بالك كلمه promise ممكن استخدمها بطريقتين. ممكن اقول كده I promise، ولو حطيت subject تاني زي I لازم احط معاه will.
يبقى I promise I will help. او ممكن اطنش واقول I promise to help على طول. انا بوعد ان انا هساعدك. I promise I will help او I promise to help. تمام؟ طيب وبعدها عندنا نمبر 4 نمبر 5 عندي حاجه اسمها request، لا حاجه اسمها threat. threat يعني ايه يا عمرو؟ تهديد. و warning يعني انذار. يعني اقول لك study well، ذاكر كويس يا عمرو. or والا يا عمرو I will call your parents، هكلم مامتك. هقول لها عمرو ما بيذاكرش. خلي بالك الكلام ده صح وانتوا كمان خلي بالكم. يبقى يا اما تذاكر كويس يا اما or I will call your mom، هكلم مامتك. طيب ايه بقى الاستخدام الاخير نمبر 5؟ that's نمبر 5. ايه الاستخدام الاخير نمبر 6 كلمه well؟ كلمه well بنستخدمه مع حاجه اسمها future fact. يعني ايه future fact؟ يعني مستقبل او حقيقه في المستقبل. عاده بنتكلم عن الايدج او العمر. عمرو عندك كام سنه؟ طالب في اولى اعدادي، عندك كام سنه؟ لا 12 سنه. فانت السنه الجايه هتبقى حلو. هل في اي احتمال ان عمرو يتخطى سنتين في سنه؟ هل في اي احتمال عمرو يصغر؟ لا، دي حقيقه، دي فاكت. يبقى يا عمرو هقول ان عمرو will be هيكون كم؟ 13 next year. انت داخل كبير ولا ايه يا عمرو؟ عمرو will be 13 next year. تمام، هيكون 13 سنه السنه الجايه ان شاء الله. دي كده استخدامات كلمه will. السؤال ممكن يجي لي ازاي في الرايت؟ ممكن اقول لك I expect عمرو، انا بتوقع ان عمرو to win the race، ان هو يكسب السباق. ويقول لك حط لي كلمه will، هنحطها ازاي؟ هيقول I will expect غلط جدا. مين اللي بنتكلم عنه؟ عمرو. يبقى ابدا بالشخص اللي انا بتكلم عنه. عمرو ايه؟ will ايه؟ win the race. عمرو هيحصل له ايه؟ عمرو will expect لا ده هيكسب السباق. يبقى he will win the race او عمرو will win the race. طب ممكن اقول I expect واقول لك our school مدرستنا to be good، انها تبقى احسن. تعال نحط كلمه will. مين اللي انا بتوقع له؟ our ايه؟ school. our school. هقول will، حط الفعل بقى اللي بعد to will ايه؟ will be good. على طول بحط الفعل اللي بعد to. بعد will بحط الفعل اللي بعد to. بصوا هنا بعد will بحط الفعل اللي بعد to اهو. هنا اهو اهي. تمام؟ ده سؤال رايت. كده خلصنا يونت كام؟ 10. طيب نبدأ بقى دلوقتي في يونت كام؟ يونت 11. في يونت 11 هناخد مع بعض دلوقتي درس مهم قوي اسمه الكومباراتيف والسوبرلاتيف ادجكتيف. الكومباراتيف ركز يا عمرو معايا. كومباراتيف يعني ايه الكومباراتيف؟ اسلوب الايه؟ المقارنه. والسوبرلاتيف يعني ايه سوبرلاتيف؟ اسلوب الايه؟ اسلوب الايه؟ التفضيل. تمام؟ طيب اسلوب المقارنه انا بقارن بين كام حاجه؟ اسلوب التفضيل بقارن بين ايه؟ حلو، لا اكتر من 2 3 او اكتر. تمام؟ طيب في الكومباراتيف يا عمرو لازم اركز الادجكتيف بتاعتي، الصفه بتاعتي. ادجكتيف يعني صفه، الصفه دي شورت ولا لونج. تمام؟ كده كده انا بحط كلمه ذان. كلمه ذان مشتركه معايا، بس لو الصفه بتاعتي شورت بقوم جاي حاطه للصفه ER. ولو عندي حرف بين حرفين متحركين بعمله دبل، بضاعفه. يعني مثلا لو عندي كلمه thin عايزه اقول ارفع من thin يعني رفيع، هقول ايه؟ thinner. دبل الان نحط ER. عندي كلمه مثلا tall، هل ال ما بين حرفين متحركين؟ لا، بحط ER بس. taller than. دي كده short adjective عشان نطقطها على مره واحده. طيب اللونج adjective بقى يا عمرو بتبقى صفه ايه؟ طويله. الصفه الطويله دي بنحط قبلها يا اما كلمه more يا اما كلمه less. فبقول مثلا more expensive، more intelligent يعني ذكي، عشان دي كلمه اتنطقت على اكتر من مقطع intelligent فبنقول عليها long adjective، فبحط لها يا اما more يا اما less. تمام؟ طيب السوبرلاتيف بقى لا ناخد جمله الاول اكزامبل على ده، اكزامبل على الكومباراتيف. الكومباراتيف عايزه اقول عربيتي اسرع من عربيتك، هقول my car is سريع يعني ايه؟ طبعا عشان انا بقارن بين حاجتين لازم احط كلمه مين؟ than your car. هقول my car is faster than your car، لا غلط، هقوم جايه قايله fast واحط لها ER تبقى faster
than your car. طبعا مش هدبل تي ولا حاجه عشان ما عنديش حرفين متحركين. تمام. طيب لو انا عايزه اقول عربيتي اغلى من عربيتك يا عمرو يبقى my car. هل هقول is expensive than is ايه؟ وبرضو عندي كلمه مين؟ than your car. يبقى هنا يا اما اقول more expensive. يعني ايه more expensive؟ هي اغلى من. او اقول less expensive. يعني ايه less expensive؟ ارخص من. less expensive دي بتساوي cheaper. cheaper يعني ارخص من. يبقى لو انا قلت more expensive هي اغلى من عربيتك. طب لو انا قلت less expensive خلي بالك less مع expensive دي معناها ارخص من. وكلمه ارخص من دي ممكن ابدلها بكلمه ايه؟ cheap واحط er cheaper. تمام. طيب نيجي بقى دلوقتي على مثلا السوبرلاتيف. ما خدناش السوبرلاتيف. برضه نفس الفكره. هقسم الادجكتيف بتاعتي لنوعين شورت وايه ولونج. بس كده كده بحط معاهم كلمه ذا. تمام. طيب لو هي شورت ادجكتيف بحط اي اس تي. يعني tall هتبقى ايه يا عمرو؟ tallest. big هتبقى biggest بس لازم دبل الجي. thinnest دبل الجي دبل الحرف المتحرك اللي هو بين الحرفين المتحركين. طيب لو هي long adjective صفه طويله بنطقها على اكتر من مقطع بحط يا most يا ايه يا least. زي most expensive او least expensive. تمام ولا مش تمام؟ اسلام ركز انتوا كمان ركزوا. فكده عندي ايه السوبرلاتيف. خدنا الكومباراتيف وخدنا الايه السوبرلاتيف. السوبرلاتيف لازم يبقى فيه كلمه ده. طب يعني ايه السوبرلاتيف؟ يعني الافضل ما بين اكتر من حاجه. يعني انا مثلا دلوقتي عايزه اقول عمرو اطول ولد في الكلاس كله يبقى عمرو بيكون يعني ايه is اطول ولد in class في الفصل. بقارن بين عمرو وباقي الولاد الكتير اللي في الفصل يبقى is the tallest. عايزه اقول مثلا مس مي احلى مدرسه شفتها في حياتي. جمله واقعيه جدا. فاقول ايه؟ مس مي الجمله كلها تواضع is not teacher I have ever seen. انا شفتها في حياتي كلها. اللي موافق على الجمله دي يا جماعه يكتب لها في الكومنت. يا رب حد يكتب. يبقى مس مي is the ايه؟ the most beautiful. هو عمرو عايز يقول ده بس احنا هناخدها دلوقتي هنقول the most beautiful. طبعا يا عمرو انت عايز تقول the least beautiful اقل واحده؟ طبعا اكتر واحده يبقى the most beautiful. تمام. طيب يبقى احنا كده خدنا الشورت ادجكتيف وخدناها في اللونج ادجكتيف. نبدا بقى ناخد شويه ايه تريكات كده واسئله ازاي الجمله ممكن تجي لي. يعني انا لو قلت مثلا يا عمرو no one مفيش حد in class مفيش حد في الفصل is taller than عمرو يبقى معناها ان عمرو is ايه؟ is tall. كون لي الجمله بقى. يعني بصوا كده عملنا ايه؟ قارنا بين ولا حد في الفصل وقارنا بين الشخص التاني اللي هو مين؟ عمرو. تمام. ولا حد وعمرو يبقى اسلوب مقارنه فيه taller than. يبقى عمرو is the tallest. عمرو is the ايه؟ boy in class. ممكن اقول عمرو in the tallest in class. يعني مش لازم احط كلمه boy دي بس عمرو طبعا boy. طيب بص بقى يا عمرو الجمله دي لو انت حليتها تبقى شاطر جدا وانتوا اللي هيحلها يبقى شاطر جدا. ركزوا معايا كويس قوي. الجمله بتقول the Nile River. جمله النهر النيل the Nile River is the longest river in the world. يعني اطول نهر فين؟ longest river فين؟ في ليه؟ the world يعني العالم صح؟ طب عايزين نحط longer. صعبه دي بقى صعبه قوي. نهر النيل اطول نهر في العالم يبقى ولا نهر في العالم اطول من نهر النيل. يعني ايه ولا نهر في العالم؟ no river. او ممكن اقول no other river. يعني ممكن اقول no river على طول وممكن اقول no other river. بيكون يعني ايه يا عمرو؟ اطول من. يعني ايه يا عمرو؟ longer ايه؟ longer than ده مين؟ ده نايل. طيب برضو عندنا حاجه مهمه قوي يا عمرو لازم تبقى عارفها. في بعض الادجكتيف دي بتبقى irregular. يعني ايه irregular؟ يعني منتظمه ولا غير منتظمه؟ غير منتظمه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش احط لها ولا اي ار ولا اي سي تي. زي مثلا good في المقارنه بتبقى better than. في التفضيل بتبقى the best. زي مثلا bad في المقارنه بتبقى worse than. وفي التفضيل بتبقى the worst. زي مثلا كلمه much او كلمه many عشان دول عندنا في يونت 12.
much و many بيبقوا more، وفي التفضيل بيبقوا the most. يعني مثلا ندى ندى عندها the most مثلا بنز، عندها اكتر اقلام في الفصل. ندى has more pens than عمرو، عندها اقلام اكتر من عمرو. يبقى سواء many او much بنحط معاهم more في المقارنه وبنحط the most في التفضيل. طبعا زي كلمه برضو little يا عمرو بنحط معاها less و least. وكلمه far يعني ابعد بتبقى farther او further، يا اما باليو يا اما بالاي. وطبعا the farthest او the furthest. ماشي؟ فده كده الادجكتيف بتاعتي، الirregular adjective لازم نحفظها كويس قوي، عشان دي في المقارنه او في التفضيل ما بحطهاش ER. ما ينفعش اقول عمرو is gooder than احمد، بقول عمرو is better than احمد مقارنه. او ما ينفعش اقول عمرو is the goodest in class، بقول عمرو is the best in class. تمام؟ طيب كده خلصنا اسلوب المقارنه واسلوب التفضيل. ده يونت ايه؟ يونت 11. لا ركز بقى معايا، يونت كام؟ 11. ندخل في يونت كام دلوقتي؟ يونت 12. صعبه بقى يونت 12 دي. اول حاجه في يونت 12 بيقول لك انت عندك الناونز دي يا اما countable يعني اسم معدود، والاسم المعدود ده له صيغتين. singular يعني ايه singular؟ يعني مفرد، يا اما صيغه البلورال. يعني ايه بلورال؟ يعني صيغه الجمع. السنجلر ده بنحط قبله او ان حسب الصوت. يعني ايه حسب الصوت؟ يعني بص ركز معايا يا عمرو. يعني انا لو عندي شمسيه واحده بقول ايه؟ an umbrella. طيب لو عندي يونيفورم واحد، ركز بقى، يونيفورم اللي انت بتروح بيه المدرسه، فبقول يونيفورم. طب ازاي يا عمرو؟ ازاي الاثنين اولهم حرف اليو؟ شباب يا حلوين يا اولى اعدادي شاطرين، والاثنين اولهم حرف اليو بس واحده خدت ان والتاني خدت ان. ليه بقى؟ عشان احنا بنحطها بالصوت مش بالحرف. يعني هنا انا نطقتها امبريلا، نطقتها شبه الاي، لكن هنا قلت يونيفورم نطقتها شبه كلمه يو، ولما ننطقها شبه كلمه يو بنحط مش والحته دي تريك مهمه جدا. معناها شمسيه واحده يونيفورم واحد. طيب ممكن اقول باج حقيبه واحده، بوي ولد واحد. تمام؟ طيب الجمع بقى، الجمع عندي جمع منتظم وجمع غير منتظم. الجمع المنتظم بتحط له اس. يعني بقول مثلا بوي جمعها ايه؟ بويز. طب بس جمعها باسز اس. طيب بيبي اخرها واي جمعها اس. اي هواي بنشيلها ونحط اس. تمام؟ طيب كده قلنا الاسم المعدود. اخر حاجه بقى ان الاسم المفرد بياخد فعل مفرد. يعني ايه فعل مفرد؟ singular verb. يعني انا ما بقولش مثلا the boy are، بقول the boy is. ما بقولش the boy have، بقول the boy has. ما بقولش the boy were، بقول the boy was، عشان ده مفرد. ولكن الجمع بياخد مثلا were او are او have. يعني لو قلت the babies was ولا were the babies are ولا is are، باخد فعل جمع. تمام؟ كده خلصنا الكاونتبل. نيجي بقى على التركايه اللي عندنا الصعبه بقى لو عندنا مشوار فيها الانكاونتبل. يعني ايه الانكاونتبل؟ الاسماء الغير الغير معدوده. هنا هخصها لك بقى في شويه كلام كده جامد جدا. اول حاجه اي فود او اي درينك. يعني مثلا ده كده لا يعد، الاسم لا يعد مبدئيا كده احنا بنتعامل معاه كانه مفرد، نتعامل زي المفرد. يعني نحط فعل مثلا زي المفرد is has was، بنحط فعل زي المفرد بالظبط. تمام؟ طب ايه بقى الاسماء الغير معدوده دي؟ زي الفود او درينك، اي طعام او اي شراب. يعني مثلا بقول لك الفود زي ايه يا عمرو؟ مثلا الكيك is. زي الميت اللحمه، الميت is. زي التشيكن is. رايس is. طب الدرينك زي التي is. زي الجوس العصير واتر. كل دول نتعامل معاهم كانهم مفرد. تمام؟ طيب وما بياخدش او ان. بقول لك هنا خلي بالك الغير معدود ما ينفعش احط معاه ولا ولا ان. السنجلر بيحط معاه او ان، المفرد بيحط معاه او ان، لكن الغير معدود الانكاونتبل ما بينفعش احط معاه ولا ولا ان. طيب تاني حاجه عندنا الابستراكت ناون. يعني ايه ابستراكت؟ يعني الاسماء المعنويه الغير ملموسه. زي مثلا الكايندنس الطيبه، ينفع نعد الطيبه؟ لا. زي مثلا الانفورميشن المعلومات، ينفع نعد المعلومات؟ لا. تمام؟ طيب وعندنا ايه تاني؟ عندنا طبعا الماتيريال المواد الخام زي الخشب الوود الايرون الحديد الجولد الذهب. وعندنا كمان يا عمرو السبجكتس الرياضات والسبورتس
خلي بالك يا عمرو، في بعض المواد اخرها اس بس هي مش جمع، زي مثلا social studies. تعال نكتبها كده مع بعض. social studies اخرها ايه؟ هل هي جمع؟ طيب يبقى دي ماده واحده بس. طيب الرياضات زي ايه؟ زي مثلا هقول لك قول لي رياضه كده اخرها اس. رياضه اخرها ايه؟ لا جيمناستكس. جيمناستكس رياضه الجمباز هي اخرها اس، واثليتكس رياضه اللي هي العاب القوه اخرها اس بس هي مفرد. هي يعني رياضه واحده مش تتعامل معاها كالمفرد از. جيمناستكس ما تقولش ار. اثليتكس ما تقولش ار، قول از. تمام، عشان دي رياضه واحده، العاب القوه والجمباز. وسوشيال ستاديز برضو المواد، والمواد لا تعد. يبقى انا كده اديتك تلخيص كده للكلمات لا تعد. في بقى كلمات لا تعد مهمه قوي لازم تبقى عارفها كطالب في اولى اعدادي بيتعامل معاك ان انت في ثالثه ثانوي. ايه هي بقى الكلمات دي؟ الكلمات مثلا زي كلمه نيوز، دي كلمه ما بتتعدش. زي كلمه ادفايس، دي كلمه ما بتتعدش. زي انفورميشن، احنا لسه قايلين انفورميشن لا تعد صح، عشان اسم غير ملموس، ما بعرفش المس الانفورميشن في ايدي. زي ايه تاني يا عمرو؟ ركز معانا كده يا عمرو. ترافيك. ترافيك دي كلمه ما بتتعدش. ترافيك ما بتتعدش. زي equipment. equipment المعدات، كلمه ما بتتعدش. دي كلمات ما بتتعدش مهمه جدا. uncountable words مهم اول ما تشوفها، ولا تحط قبلها او ان عشان دي كلمه ما بتتعدش، ما ينفعش يجي معاها او ان، ولا حط معاها ار، هي بتاخد معاها از، نتعامل معاها كانها مفرد بالظبط. is was has. طيب كده خلصنا الكاونتبل والانكاونتبل. خلصنا يونت 12؟ لا. ليه بقى؟ لان احنا هنا قلنا لك بص بقى، زي ما عرفت الكلمه الاكاونتبل، الناون الكاونتبل والناون الانكاونتبل، لازم تعرف ان في حاجه اسمها موديفايرز. يعني ايه؟ يعني كلمات بتيجي قبل الاسم المعدود او الغير معدود عشان تقول لي عدده او كمه. يا بابا ركز معايا يا حبيبي، ركز معايا يا حبيبي، بطل رغي. تمام؟ فعندي في الكاونتبل ما بهزرش، عندي في الكاونتبل كلمه مثلا زي كلمه ايه دي؟ ميني. ميني معناها ان انا عندي عدد كتير صح؟ وعندي كلمه بقى اسمها فيو، وعندي واحده اختها اسمها افيو. فيو معناها قليل، بس خلي بالك ان الفيو دي لا تكفي، يعني انا معايا حاجه قليله بس مش مكفياني، محتاجه تاني. لكن اللي فيها معناها قليل بس خلي بالك ده بيكفي، يعني هو قليل بس مكفيني. يعني انا دلوقتي لو عندي اصحاب قليله، اصحاب دي كلمه بتتعد زي كلمه فريندز صح؟ طيب اصحابي قليلين مش عارف، مش لاقي حد اكلمه، وحيد يا عيني وزعلان، يبقى مكفيني ولا مش مكفيني؟ يبقى I have few friends. طب لو اصحابي قليلين وانا مبسوط معاهم، يبقى I have a few friends، عشان هم قليلين بس مكفيني الحمد لله. تمام؟ طيب عندنا بقى مع الاسم الغير معدود بنحط كلمه ماتش لو هي كم كبير. طبعا ماتش ميلك، ماتش شوجر، السكر ده حاجه بتتاكل، يبقى ده طبعا ما بنحطش معاه، ما نتعاملش معاه ان هو اسم يعد، اسم لا يعد. شوجر، تي، كافي، كل دي لا يعد. وطبعا لو هي كم قليل يا عمرو بنحط كلمه little، واختها بقى يا عمرو ايه؟ a little. شطور. مين فيهم اللي قليل بس مكفيني؟ ده قليل بس لا يكفي، واللي فيها الآ دايما قليل وايه؟ ويكفي. عارف ليه اللي فيها آ قليل ويكفي؟ قولي ليه؟ عشان اللي فيها الآ عندي حاجه زياده فبتكفتني بقى، فاهمني؟ يعني اللي فيها آ عندي حاجه زياده فبتكفيني. طيب كده بقى فاضل لنا ناخد 4 كلمات كده حلوين قوي وصغيرين وجمال. الكلمات دي بقى بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع المعدود ولا الغير معدود؟ بتيجي مع يا عمرو الاثنين، بتيجي مع الكاونتبل والانكاونتبل. ايه هي الكلمات دي؟ اول كلمه صم. هي صم بتيجي مع الاسم اللي ما يعدش وبتيجي مع الاسم اللي يتعد. يعني انا ممكن اقول لك صم بويز، وممكن اقول لك صم، ايه ده عكست، صم بويز هنا اسم بتعد، وهنا اقول لك صم ميلك. ميلك ما بتعدش عشان مشروب صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب صم بقى الشرط بتاعها ان هي تيجي في الجمله المثبته او بتيجي مع كلمه would you like. ايه would you like دي؟ جمله الاوفر، العزومه. would you like، هل انت عايز some pens، شويه اقلام تكتب بيها يا عمرو بدل ما انت مش عارف تكتب، ولا would you like some milk، عايز يا عمرو شويه ملك. would you like، يبقى would you like دي لما اشوفها احط معاها كلمه مين على طول؟ some، لان ده اسمه offer. تمام؟ وبرده بتيجي في الريكوست، يعني اقول لك can you give me، هل ممكن تديني يا عمرو can you give me شويه اقلام؟ some pens اسم بتعد اهو، الاقلام بتتعد. او can you give me some، طبعا can you give me نفس الفكره، انا بطلب منك can you give me، بطلب منك يا عمرو شويه ملك لو سمحت، يعني اشترينا شويه لبن. طيب عندنا الكلمه اللي بعدها هي كلمه any. any بتيجي برضو مع الاسم المعدود وبتيجي مع الغير معدود، الكاونتبل والانكاونتبل. مشكلتها ان هي عايزه ايه يا عمرو؟
نفي وايه؟ سؤال بس. هي عايزه نفي وسؤال. يعني بقول I don't have، انا مش عندي any milk، ما عنديش اي لبن يا جماعه، ده اسم لا يعد اهو، اسم uncountable. وممكن كمان اقول I don't have any friends، انا ما عنديش اي اصدقاء. I don't have any friends، ولا عندي اي صديق. الحمد لله ما شاء الله عليا. تمام. طيب اخر حاجه بقى كلمه a lot of. a lot of بتيجي مع مين؟ مع الكاونتبل والانكاونتبل. يعني ممكن اقول a lot of friends اسم يعد، a lot of milk اسم لا يعد، ما عندهاش مشكله. بس a lot of يفضل ان احنا ما نحطهاش في النفي والسؤال. لو عندي نفي وسؤال روح لماتش ومني، بلاش تستخدم a lot of، دي تركه متقدمه شويه عندك. تمام. يبقى انا كده خلصت لك يونت كام؟ يونت 12. وغديتك الماني والماتش مع الاسم المعدود فيو وافيو، وقلت لك الفرق ما بينهم ايه، little وليتل، واديتك سم واني والات اوف، ودول بيجوا مع اللي يعد ولا يعد، بيجوا مع الكاونتبل والانكاونتبل. مشكلتهم نوع الجمله. سم واني والات اوف مشكلتهم نوع الجمله، مش مشكلتهم ده الاسم ده بيتعد ولا ما بيتعدش. لكن ماني واتش دي مشكلتهم الاسم بيتعد ولا ما بيتعدش، ولازم تحفظ الحته دي كويس قوي. كده خلصنا طبعا شرح الحمد لله جرامر يونت 10 11 12. هنحل مع بعض فوكاب، هنحل مع بعض على الجرامر، وهنحل مع بعض اكزامز، وهنطلع من المحاضره دي تمام جدا وجاهزين لاي امتحان في شهر ابريل ايا كان. خلي بالك دي مراجعه نص المنهج، شرحنا فيها 3 يونتس، فده نص المنهج. وطبعا شرح القصه يا جماعه، ناس كتير بتسال على شرح القصه، احنا شرحنا شابتر 5 وشابتر 4، فضلنا بس شابتر 6 ومش هيجي منه ان شاء الله، ودول موجودين في الفيديوهات، هسيبها لك برده في الديسكربشن، هتطلع لك على الشاشه دلوقتي. تمام. يلا نروح بقى دلوقتي عشان نحل على الفوكاب ونكمل بقيه المحاضره. يلا دلوقتي اولى اعدادي نحل مع بعض على الفوكابولري. طبعا انا قلت لك راجع الكلمات من الجداول الجميله اللي عندك دي، ولا تفتح لي بقى اي كتاب ولا تدوخ ولا تضيع، اقرا بس الفوكاب وتعالى حل معايا. اهم حاجه في الريفيجن ان احنا نحل مع بعض، فركز معايا يلا كده وقول بسم الله ونبدا ان احنا نحل مع بعض. تمام. means having many different species، معناه ان هو عنده فصائل مختلفه كتير. طبعا في فصائل مختلفه كتير، it's not a that مش يتأقلم، مش landmark مش المعلم او المكان المشهور. طبعا هي biodiverse تنوع بيئي، مش rise يرتفع، rise دي بتيجي مع الsun sunrise. طيب means without other people من غير ناس تانية، من غير ناس تانية يبقى alone، انت عملت ده لوحدك. مش friendly ودود، مش crowded مزدحم، مش busy يعني مشغول. وعندنا number 3 is the area or place where people live near each other، هي المكان او المنطقه اللي الناس بتعيش جنب بعض، يبقى ده النيبرهود الحي او المجاوره السكنيه. مش سكول مش ماركت مش فارم، طبعا مش محتاجه ترجمه. means wanting to know or learn something، هو عاوز يتعلم او يعرف حاجه، يبقى that's curious معناها فضولي، مش shy خجول، مش او اللي هو خجول صح، shy يعني خجول، ولا careless مهمل، ولا sleepy عايز ينام. means the ability to wait calmly، ان انت بتستنى بهدوء، ده كده اسمه patience الصبر، مش kindness مش courage مش fairness مش العداله. is a job you do at home to help، هي وظيفه انت بتعملها في البيت عشان تساعد، that's chores، بنقول دايما do chores يعمل وظائف المنزل، الغسيل التنظيف الكلام ده. مش species فصائل، مش landmark معالم او معلم، ولا rise يرتفع. means having control over people and events، انت عندك سيطرة على الناس وعلى الأحداث، يبقى ده كده أكيد powerful قوي، مش peaceful مسالم، ولا careful حريص، ولا helpful يعني بيساعد. to a is to pull to someone or something، معناه ان انت بتشد حاجة أو شيء، يبقى to attract بتجذب. reject ترفض، push تزق، follow يعني تتبع. a synonym of the word hydrated، نفس معنى كلمة hydrated، معناه ان هو watered في مية، مش dry طبعا hydrated معناها مترطب، ولا empty فارغ، ولا frozen متجمد. عكس hydrated dehydrated، حط دي اي بقى معناه عنده جفاف مش بيشرب ميه كتير. number 10 antonym of the word reduce، عكس كلمه reduce يقلل، increase يزود، وبنقول increase مش increase. ومش remove يزيل، ولا drop ينقط او يوقع، cut يعني drop يوقع، مش الثانيه drip. cut يعني يقطع. the word giant is the opposite of the word، كلمه giant عكسها giant عملاق، عكسها tiny صغير قوي، مش large مش wide واسع، ولا strong قوي. a synonym of the word proud، synonym يعني نفس المعنى، antonym يعني العكس، يبقى proud دي نفس المعنى بتاعها honored عنده فخر وكرامه كده، مش angry ولا nervous ولا lucky محظوظ. a synonym of the word happiness نفس معنى كلمة happiness، نفس معنى كلمة happiness هي طبعا joy، مش خوف fear ولا love ولا peace.
The word hungry is an opposite of. كلمة hungry عكس كلمة ايه؟ عكسها كلمة طبعا thirsty. لا، عكسها كلمة full. ده كانت غلطة فظيعة دي يا عمرو، ركز. واحد hungry عكسها واحد جعان عكسها واحد عطشان. شبعان مش عطشان. سؤال حلو ده، انا وقعت فيه. اكيد مش tired، مش متعب ولا ضعيف ولا عطشان. عكس سيبها عكس جعان مش عطشان، عكس جعان شبعان. ماشي طيب، اللي غلط الغلطه دي زيي يكتبها في الكومنت. 15 the synonym of word positive نفس المعنى، synonym نفس المعنى بتاع positive ايجابي. اكيد مش boring، اكيد مش نفس معناها ممل، ولا new جديد، ولا forgetful بينسى بسرعه. اكيد معناها memorable، لان positive دي حاجه ايجابيه، وميمورابل حاجه يعني محدش يقدر ينساها، فهي برضو حاجه ايجابيه. فنقدر نقول ان memorable اقرب معنى، مع اني مش مقتنعه قوي. the word valued كلمه مقدر، متقدر يعني دي opposite of، عكسها كلمه عكسها loved محبوب، useful مفيد، worthless بدون اي قيمه، rare يعني نادر. the suffix يعني النهايه. turns the verb create، عايزين نخلي كلمة create يبقى creation، يبقى هنحط ايه؟ هو جايبها اساسا I1، نحط I1 نخلي كلمة يخلق تبقى الخلق. the suffix يعني النهاية. forms a noun بتكون لي اسم. ال ITY، ال LY بتكون adverb، ال FUL بتكون adjective، وال LESS بتكون adjective بتكون صفة. زي مثلا كلمة helpful مساعد، بوصف حد ان هو مساعد. helpless بوصف حد ان هو بدون فائده، بدون حول ولا قوه. فال LESS وال FUL بتخلي لي الكلمه تبقى صفه adjective، وال LY بتخليها تبقى ظرف او adverb، لكن ITY هي اللي بتخليها تبقى اسم. السؤال ده صعب. The suffix turns the noun end into the adjective endless. انا عندي كلمه end فعايزاه يبقى endless، يبقى احط لها ايه؟ طبعا ايه ده؟ السؤال محلول اصلا. The suffix نهايه form and adjective بتخليني يبقى عندي صفه. اكيد مش ly، لان احنا قلنا ال ly دي adverb، وال NESS بتخليني noun، بتخلي عندي اسم. زي مثلا kindness الطيبه. وطبعا ال ER برضو بتخليني عندي noun زي play بتبقى player، ولكن ال AL هي اللي بتبقى طبعا adjective، زي مثلا كلمه cultural ثقافي. The suffix turns the adjective kind into a noun. السفكس دي بتخلي الصفه kind تبقى اسم، تبقى noun. عايزه كلمه kind تبقى اسم، يبقى kindness. تمام. The suffix turns the noun worth into an adjective. بتخلي الاسم يبقى adjective صفة، يبقى worthless بدون أي قيمة. ما ينفعش أقول worthless ولا IVE ولا FUL، هي بتتحفظ كده worthless. طيب we add the suffix to the adverb act to form the noun. بنخلي السفكس النهاية ايه لكلمة act عشان نعمل الاسم بتاعها يبقى action الحدث، مش actual. ولا ly دي بتاعت الادفيرب مش noun، والاي ار بتبقى اسمها actor. لو انت عايز تقول ممثل بتبقى actor or مش er. ده suffix النهايه turns the verb excel into an adjective. بتخلي لي كلمه excel تبقى صفه. طبعا excellent معناها ممتاز، زيكم كده ممتازين، مش excellent ولا ing ولا excelled. Egypt has many great natural، مصر عندها natural wonders يعني عجائب طبيعية، مش farms مزارع طبيعية، ولا roads طرق طبيعية، ولا صحراء طبيعية. كل الصحراء طبيعية أصلا. We saw beautiful in the mountains. شفنا إيه جميل في الجبال. We saw beautiful طبعا waterfalls شلالات. الجبال دي حاجة طبيعية. ممكن أقول landscape مناظر طبيعية. ممكن أقول scenery برضه نكتب كلمة landscape يعني إيه؟ مناظر طبيعية. وكمان عندي كلمة scenery برضو معناها مناظر طبيعية. views مشاهد، ولكن ما اقدرش اقول schools ولا cars ولا buildings، كل دول مش موجودين في الماونتنز. The pyramids are famous landmarks، هي مكان مشهور، مش كتاب مشهور ولا حيوان ولا أداة مشهورة. Many animals live in the forest، في حيوانات كتير بتعيش في الغابة. Many animal species يعني فصائل حيوانية بتعيش في الغابة، مش طرق حيوانية ولا كراسي ولا حقائب. You should responsibility for your action، مسؤولية لأفعالك. You should take responsibility، تحمل مسؤولية أفعالك، مش يخبي ولا forget ينسى ولا run يجري. You need least hours to finish. You need at least 2 hours. محتاج على الأقل كلمة على الأقل اسمها at least 2 hours عشان تخلص. ما ينفعش أقول in ولا on ولا for، عشان at least هي اللي معناها على الأقل. Everyone needs personal، كل إنسان معناها personal privacy، كل شخص محتاج خصوصية privacy، مش light ضوء شخصي، ولا فصيلة شخصية توابل شخصية، ولا دوشة شخصية. Variety means having many types of something. الفرايتي دي معناها التنوع، فالتنوع ده معناه ان انا عندي ايه؟ انواع كتير، يبقى different types، انواع مختلفة من اي شيء، مش same نفس الشيء، يبقى ازاي تنوع؟ ولا small ولا old. I want to be one of the and help at the hospital.
انا عايزه ابقى ايه واساعد في المستشفى. I want to be one of the volunteers، المتطوعين، واساعد في المستشفى. مش الكاريرز، مش البايلوتس، مش البايونيرز. when I stay home all day I feel، لما بقعد في البيت كل يوم انا بحس ان انا lonely، بحس ان انا وحيد. اكيد مش بحس ان انا proud فخور عشان قاعد في البيت، مع ان انا والله نفسي اقعد في البيت. وطبعا مش strong ولا busy، تبقى قاعد في البيت وبيزي ازاي يعني. speaking in public needs، التحدث امام العامه، public يعني عامه الشعب، محتاج ايه؟ محتاج confidence، ثقه، مش صمت، مش حظ، مش نوم. the children get when the show started، الاطفال ايه لما العرض بدا؟ they got excited، بقوا متحمسين لما العرض بدا، مش متاخرين ولا ضايعين ولا متعبين. we should show to our teachers، احنا المفروض نظهر ايه للمدرسين بتاعنا؟ we should show respect، الاحترام، مش النويز، الدوشه، ولا الفير، الخوف، ولا الدوت، الشك. we help people who are in need. يعني ايه in need؟ يعني في حاجه. need يعني يحتاج، وin need يعني الشخص المحتاج. Please finish your homework. You have at least an hour. انت معاك على الاقل ساعه at least. We close to poor families. احنا بنتبرع بالملابس للعائلات الفقيره، يبقى we donate clothes to poor families. مش بنستعيرها ولا بنبيعها ولا بنكسرها طبعا. كده خلصنا مع بعض الفوكاب. تعالوا دلوقتي يلا نحل مع بعض على الجرامر، وبعد كده نحل مع بعض تيستس، 3 تيستس. وطبعا زي ما قلنا الباقي بتاع الشيت ده موجود، الموديل انسر موجود معانا، وممكن تحل وتكمل حل وتصح نفسك. لكن صدقني الاسئله دي ان شاء الله مش هطلع من براها الامتحان، كل الافكار الممكنه موجوده هنا. يلا نقول بسم الله كده ونبدا نحل مع بعض اسئله الرايت. علي استال، احمد استالر. علي طويل ولكن احمد اطول. طب احنا عايزين نحط كلمه ذان. اول ما شفت كلمه ذان عرفت ان هو عايز يخليني اعمل comparative، مقارنه ما بين علي ومين؟ احمد. يبقى مين الاطول؟ احمد. يبقى اقول احمد is taller than علي. طب هو انا ممكن اقول يا مس مي علي is shorter than احمد؟ ممكن اقول علي اقصر من احمد او احمد اطول من علي، الاثنين نفس الفكره. انا استخدمت كلمه مين؟ than، وده اللي هو كان عايزه، الكومباراتيف او المقارنه. she plans to finish her homework soon، هي بتخطط تخلص الهوم ورك بتاعها قريب. طيب هعمل ايه؟ عايزه احط well، يبقى هقول she will finish. هشيل كلمه plans to finish واحط كلمه will. she will finish her homework واسيب soon زي ما هي. يبقى plan دي هي بتخطط ان هي تخلص الواجب قريب، بدل ما اقول هي بتخطط انها تخلص الواجب قلت هي او سوف تخلص الواجب، يبقى I used well مكان كلمه plan to. there are chairs in the room، في كراسي في الاوضه. عايز احط a few. طيب chairs دي كراسي ودي اسم بيتعد، that's countable. فانا بقول there are، وأقوم جاي حاطه كلمه a few في بعض الكراسي القليله، a few chairs، وكمل السنتنس in the room زي ما هي. يبقى يوجد بعض الكراسي القليله a few في الغرفه. the bag is heavy. the bag is not heavy. this bag is heavy. that bag is not heavy. الشنطه دي تقيله لكن الشنطه اللي هناك دي مش تقيله، heavier than. يبقى انا هقول ان الشنطه دي اتقل من الشنطه دي. يبقى هقول this bag، ابدا بيها، بتكون اتقل من، يبقى is heavier than. ما حدش يقول لي ايه heavier than من غير ما نحط الفيرب. it's is heavier than، بتكون اتقل من that bag، الشنطه اللي هناك دي. يبقى انا قارنت بين الشنطتين وقلت ان الشنطه اللي معايا دي this يعني في ايدي اتقل من الشنطه اللي هناك دي that. علي is tall in the class. يعني ايه علي is tall in the class؟ الجمله دي غلط، هو طبعا عايز نحط كلمه the tallest. يبقى اقول علي بيكون يعني ايه is the tallest. علي is the tallest boy in class. علي هو اطول ولد في الفصل. is the tallest boy in class. in class. حلو قوي. نكمل مع بعض. عندي are there books in your bag؟ هل في كتب في شنطتك؟ any. يبقى هعمل ايه؟ هعمل question. are there any books in your bag؟ هل في اي books in your bag؟ هل في اي كتب في شنطتك؟ yes they plan to arrive early. هما بيخططوا ان هما يوصلوا بدري. well يبقى هقول well they، بعمل سؤال، will they arrive early؟ هل هما بيخططوا بدري؟ بيخططوا هما يوصلوا بدري. هل هما هيوصلوا بدري؟ ده بيخططوا هما يوصلوا بدري. يبقى yes they plan to arrive early. there is milk in the fridge. not much. انا عايزه اقول كلمه milk كلمه طبعا مشروب، اي liquid اي مشروب بتعدش uncountable، فهقول not much. يبقى there is، و not دي يعني بتخليني احط is تبقى isn't. there isn't ايه؟ much.
يبقى النقط دي خلتني اخلي is تبقى isn't. There isn't much milk in the fridge. مفيش لبن كتير في الثلاجة، مفيش شوية صغيرين. The test is difficult. The last test was more difficult. الامتحان ده صعب، الامتحان اللي فات كان أصعب. يبقى هقول the last test اللي فات ده اللي فات test ماله بقى was كان more difficult اهي more difficult. ليه؟ عشان difficult that's long adjective، دي صفة طويلة ما بنطقهاش مرة واحدة، بنطقها على كذا مقطع. difficult يبقى دي صفة طويلة، يبقى أنا هحط قبلها more أو less. يبقى ده كان أصعب من more difficult than. The last test was more difficult than أصعب من طبعا this test الامتحان ده this test. يبقى أنا بقارن بين ال last test و this test الامتحان اللي فات والامتحان ده. It is about movie. It is about movie. ده فيلم وحش. The worst. ياه ده أوحش فيلم شفته في حياتي. هنا بيقول لك ده فيلم وحش، مجرد يا عمرو قال ده فيلم وحش. أنا عايز أحط the worst. The worst معناه الأسوأ على الإطلاق شفته في حياتي. يبقى أقول it is the worst movie. ده أسوأ فيلم. The worst movie. There is water in the bottle. في مية في الزجاجة. Some. عايزة أقول في بعض المية في الزجاجة، يبقى there is هاجي قبل كلمة water بقول إيه؟ some water in the bottle. In the. I promise to visit my grandparents tomorrow. أنا بوعد إن أنا أزور جدي وجدتي بكرة. Well هشيل كلمة I promise to أحط I will بس. I will visit my grandparents tomorrow. هشيل كلمة plan to وأحط will. hope to وأحط will. promise to وأحط will. They have friends. هم عندهم أصدقاء. friends دي كلمة بتتعد صح؟ يبقى they have بدل ما أقول friends أقول many friends. حطيت many قبل الكاونتبل noun الاسم اللي بتعد. This is a big house. The biggest house. هقول this is طبعا أكبر مبنى أو أكبر منزل the biggest house. طبعا إحنا عملنا إيه في الجي؟ ضبلناها عشان ما بين two vowels. This is the biggest house. ده أكبر منزل. This is a beautiful place. ده منزل جميل. The most beautiful. هقول this is the most beautiful place. ده أحلى مكان موجود. He expects not to play football today. هو بيتوقع إن هو مش هيلعب كرة النهاردة. هعمل إيه؟ شيل expects not to زي ما اتعودنا وحط will not أو won't. He will not. يبقى شيل الفعل اللي قبل to وحط مكانه will. ده هيبقى سهل قوي. يبقى هو will not play football today. هو مش هيلعب كورة النهارده. Number 17 this is a good day. ده النهارده يوم حلو. يبقى بدل ما اقول النهارده يوم حلو يا عمر هقول this is the best day. ده احلى يوم. They hope to travel next week. هم بيأملوا عندهم امل هم يسافروا الاسبوع الجاي. يبقى هشيل ايه يا عمر؟ انت اتعلمت صح؟ الفيرب اللي قبل to واحط will. يبقى they ايه؟ will travel next week. سهلة اللعبة دي. This book is easy. The book is easier. That book is easier. الكتاب ده سهل ولكن الكتاب اللي هناك ده أسهل. than. أنا ممكن أحلها بطريقتين. ممكن أقول لك this book الكتاب ده بيكون is تمام وبعدين أقول لك not isn't. ده مش أسهل من isn't easier than وبعدين أقول لك ده book. الكتاب ده مش اسهل من الكتاب اللي هناك او ممكن اقول لك ده بوك الكتاب اللي هناك ده بيكون is easier than اسهل من this book. You plan to watch the match tonight. انت بتخطط ان انت تتفرج على الماتش النهارده. well هعمل سؤال ازاي يا عمرو؟ well ايه؟ will you plan to. انا حطيت well بالظبط عشان حطيت will بشيل الفيرب اللي مع to. Will you watch the match tonight؟ اوعى تحطي لي الفيرب اللي مع to هنا. She has sugar. هي معاها سكر. طبعا عايز any. امتى بحط any؟ في السؤال وفي النفي. negative and question صح؟ يبقى بدل ما اقول she has هقول she ايه؟ she hasn't. غلط يا عمرو. she doesn't و doesn't بترجع الفعل لمصدره. يبقى she doesn't have any
sugar. معهاش اي سكر. she hopes to buy a new phone. هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ سهل بقى. هنشيل ايه؟ يبقى she will buy a new phone. will she buy a new phone؟ بس اهي. will she buy a new phone؟ هل هي هتشتري تليفون جديد؟ اوعى تحط لي will she plan to. شيل plan to دي خالص. he doesn't have any money. he doesn't have money. هو عايز any. هعمل ايه؟ جملة سهلة قوي قوي. نعمل ايه يا عمرو؟ بس وخلاص. he doesn't have any money. he plans to help his friend. نفس الفكرة. will he plan ولا will he help على طول؟ will he help his friends؟ سارة is happy, منى is happier. سارة مبسوطة ولكن منى مبسوطة أكتر، صح؟ يبقى مين اللي مبسوط أكتر؟ يبقى منى is إيه؟ happier إيه؟ then مين؟ واو we finished 25 questions. كده ندخل بقى في التستس. جمدوا معايا كده، ركزوا، خليكم مركزين عشان هنحل فوكاب وهنحل ريرايت تاني لحد ما تصموا اليونتس خلاص من كتر الحل. choose the correct answer from A B C D means trying hard to do something. معناه ان انا بحاول ان انا اعمل حاجه. طبعا ده معناه ان انا بعمل ايه يا عمرو؟ بعمل ايه؟ بعمل luck حظ، effort مجهود، reset بعيد تشغيل، ولا mistake بعمل خطأ؟ بعمل effort مجهود، وانا بحاول يبقى انا بعمل ايه؟ مجهود. A synonym of the word sensitive. synonym يعني نفس المعنى. synonym يعني ايه؟ نفس المعنى. ف the word sensitive حساس نفس معناها ايه؟ hard صعب، rough خشن، delicate رقيق، loud عالي. طبعا معناه delicate رقيق كده وجميل زي حد اعرفه، صح يا عمرو؟ زي مين؟ شكرا يا عمرو حبيبي والله. The suffix turns a noun into an adjective. بتخلي الاسم يا عمرو بقى يبقى ايه؟ adjective. طبعا عمرو ده طالب في اولى اعدادي قاعد عندكم اهو زيكم، طالب في اولى اعدادي قاعد بيشتغل معايا عشان يراجع، ابن اختي، فانا جايباه يراجع معايا. شطور شطور، برافو عليك. The suffix a turns a noun into the adjective. The suffix تخلي الاسم يبقى adjective. ركز بقى، ركز. IVE صح؟ ناس دي بنحطها مع النون يا عمرو، تمام؟ ly مع الادفيرب، ومنت دي بنحطها برضو مع النون، يبقى دي نون دي نون ودي ادفيرب، ولكن دي هي الوحيده اللي adjective. The river has many branches. النهر river عنده ايه كتير يا عمرو؟ branches فروع. It has many small branches. فروع كتير كده، مش رفيعه مش ضعيفه مش اساسيه. eat a diet. eat a طعام متوازن. برافو عليك والله، برافو. اجيب لك شوكليت بعد الحصه، اجيب لك شوكليت بعد الحصه. بالانسد دايت، مش اباد دايت ولا فاست دايت ولا ويك دايت. مين يا جماعه شاطر زي عمرو عرف ان هي بالانسد؟ برافو عليكم. rewrite the following sentences. The laptop belongs to علي not عمر. اللابتوب ده بتاع علي مش بتاع مين؟ مش بتاع عمر. يبقى هبدا الجمله دي باتس عشان اللابتوب ده غير عاقل، صح؟ يبقى اتس مين بقى؟ اتس علي's laptop، تمام؟ not عمر. ممكن اقول كده not عمر's، ونوت عمر's دي اختياريه يعني ممكن نحطها ممكن ما نحطهاش. نقول اتس علي's laptop واسكت. My car is fast, your car is faster. عربيتي سريعه بس عربيتك انت اسرع. يبقى my car is faster than slower than. عربيتي ابطا من عربيتك، بس نسهل على نفسنا، عربيتك انت ايه؟ اسرع. يبقى your car is faster than my car. او اعكس صح، هقول my car is ايه بقى؟ لا وحش، slower than your car. مش معقول. انت الشوكليت. سؤال رقم 3. I expect the teacher to explain the lesson again. انا متوقع ان المدرسه هتشرح الدرس تاني يا عمرو. عايزين نحط well، يبقى اقول مين اللي هيشرح تاني؟ the teacher. هتعمل ايه؟ well ايه؟ يبقى انا شلت 2. يبقى the teacher will explain the lesson again، صح؟ عشان احنا اغبياء. I expect that I won't forget the important details. انا متوقع ان انا مش هنسى التفاصيل المهمه. want سهل قوي. ايه الهبل ده؟ اعمل ايه؟ بس I won't forget the important details. انا مش فاهم السؤال ده غلط تقريبا. I expect the results to be announced today. اتوقع ان النتائج هيتم اعلانها النهارده. عايزين نعمل سؤال when will ايه؟ the results. when will the results ايه؟ والله العظيم شطور قوي. be announced. امتى النتائج هيتم اعلانها؟ be announced.
نيجي بقى على تيست 2. To A is to change in order to survive. ان انت تتغير عشان تبقى على قيد الحياه. To rise ترتفع. To adapt تتأقلم. Respect تحترم عشان تبقى على قيد الحياه. ولا dust تراب. The antonym of the word competitive عكس كلمه تنافسي competitive عكسها ايه؟ cooperative متعاون. واحد بيتنافس معاك واحد بيتعاون معاك. مش strong قوي ولا fast سريع ولا active يعني نشيط. We add a suffix to grow from the noun. محتاجين السفكس يعني ايه يا عمرو؟ اللي في الاخر ولا في الاول؟ في الاخر عشان نخلي to grow to form the noun. عايزين grow تبقى اسم يبقى growth ده النمو مش grower. مش حاجه اسمها grower ولا growing على فكره تمشي على فكره. growly لا طبعا هي growing تمشي بس الاحسن growth النمو. طيب the weather says it will rain. the weather forecast توقع الطقس بيقول ان الدنيا هتمطر. طيب people money to help the poor. الناس الفلوس عشان تساعد الايه؟ بالظبط. يبقى people give money بتعمل ايه؟ بتدي فلوس عشان تساعد الفقير. مش بتهدر الفلوس ولا بتدمرها destroy ولا بترميها. she's the smart student in that school. هي طالبة ذكية في المدرسة صح؟ احنا بقى عايزين نقول هي أذكى بنت. يبقى أقول she is بدل a smart student أقول إيه؟ the smartest student in school. تنزل زي ما هي. I have books but not enough. أنا معايا كتب بس مش كفاية. يبقى I have طبعا احنا قلنا اللي مش بيكفي بنقول عليه few من غير الأ. I have few books. طالما قال لك not enough يبقى ده few اللي من غير الأ. She expects to achieve excellent results this year. تتوقع انها تحقق نتائج مبهرة السنة دي. يبقى she will achieve هي هتحقق نتائج مبهرة السنة دي. She will achieve excellent results this year. She expects the bus not to arrive late. هي بتتوقع ان الباص مش هيوصل متأخر. يبقى the bus ايه؟ won't arrive late. Yes, she expects her brother to help her. هي متوقعة ان اخوها هيساعدها. يبقى will ايه؟ will she ولا will her brother؟ her brother. هل اخوها هيساعدها؟ brother help her. test number 3 جهزوا معايا. عمرو ركز يا عم انت مش مركز. يعني الاطفال بتتفرج علينا دلوقتي اولى اعدادي طبعا يقولوا احنا مش اطفال يا ميس احنا في اولى اعدادي. كل ما اقول لحد كده يقول لي احنا مش اطفال يا ميس احنا في اولى ثانوي. يا بابا انت لحد ثالثه ثانوي اطفال مبدئيا كده. من اولى اعدادي لحد ثالثه ثانوي لسه اطفال. ثالثه ثانوي اطفال اطفال ماشي عشان بس ما نتناقش كتير في الموضوع ده عشان هنكمل مع بعض ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر. هم في اولى اعدادي دلوقتي صح؟ ربنا ادانا العمر كده نكمل مع بعض لحد ثالثه ثانوي. فانت هقول لك الاطفال وانت هتقول لي ماشي يا مس مي. مش هتقول لي احنا مش اطفال. نتفق على ده من دلوقتي. يلا يا طفل. are small pieces of paper with information or announcement. ورق اجزاء صغيره من الورق فيها information معلومات او announcement اعلانات. يبقى دي ايه؟ الفلاير. بس يا حبيبي بقى طفل صغير صحيح. فلايرز دي الفلايرز مش البوسترز. البوسترز دي بتتعلق يا قلبي بتتعلق. الفلايرز هي اللي بيرموها عليك كده في الشارع. عارف تكون راكب العربيه ولا ماشي في الشارع حد يرمي عليك ورقه هي دي فلاير. ولا البوكس الكتب ولا الليترز الخطابات. السينونيم اوف ذا وورد هارش نفس معنى كلمه هارش شديد. يبقى tough مش slow بطيء ولا late متاخر ولا calm هادئ. The suffix forms a noun. suffix يعني ايه؟ في الاول وفي الاخر. بسرعه في الاخر صح؟ يبقى بتخليني عندي اسم. الاي دي اي بتخليني عندي adjective. ال واي بتخليني عندي adverb والاي ال بتخليني عندي adjective. انا عايزه الوحيده meant. زي مثلا دي كلمه entertainment التسليه. تمام؟ قولي كلمه كمان بسرعه. ايه؟ enhancement. في طفل في اولى اعدادي يقول enhancement. advertisement يعني اعلانات. entertainment تسليه. طيب drink water to stay خليك تشرب ميه عشان تبقى ايه؟ tired متعب. hydrated عندك طاقه كده وجسمك مليان ميه مرطب. ولا weak ضعيف ولا cold بارد. speaking in public helps you build. التحدث في العامه in public يعني لعامه الشعب بيخليك عندك اختلاف ولا فشل ولا ثقه ولا disagreement اختلاف برضو نزاع. طبعا هتبقى ثقه. the blue car is fast. العربيه الزرقاء سريعه. the red car is very fast. العربيه الحمراء بقى دي اسرع. يبقى مين الاسرع؟
طب احنا ممكن نقول ان البلو كار ابطأ من الريد كار، او ان الريد كار اسرع من البلو كار. اي واحده من الاثنين عايز تقولها قولها. انا هقول اسرع. مين اللي اسرع؟ the red car. the red car is اسرع من يعني ايه؟ faster than مين؟ the blue car. the blue car. طيب the water, there is water in the bottle. في ميه في الازازه في الزجاجه but not enough. طالما قال لك not enough ابعد عن اي حاجه فيها حرف الاي، ولا little ولا a little قصدي ولا a few. اللي فيه حرف الاي ده كافي، اللي ما فيهوش ايه هو اللي not enough. يبقى there is، بدل ما اقول water هقول لك little water، ميه قليله in the bottle في الزجاجه. They expect the team to improve its performance. هم بيتوقعوا ان الفريق هيحسن الاداء بتاعه. well هنعمل ايه؟ هنبدا بمين يا طفل؟ ده بطيء جدا، مش عاجبني ابدا. the team ماله؟ will ايه؟ هيعمل ايه؟ will expect ولا will improve؟ will improve. الفريق هيحسن من ادائه. prove its performance. زي مين؟ ان شاء الله يعني الزمالك. يا ابني ركز. هما ان شاء الله متوقعين ان الماتشين الجايين الزمالك هيحسن من ادائه، صح؟ ان شاء الله يا رب. they expect the plan not to fail. هما بيتوقعوا ان الخطه فيل يعني ايه؟ تفشل. يبقى مين اللي مش هتفشل؟ البلان. يبقى اقول the plan. شيل لك دي expect دي، ابدا باللي بعد دي expect. the plan won't ايه؟ fail. yes they expect the match to start on time. ايوه هما متوقعين ان الماتش هيبدا في ميعاده. يبقى well ايه بقى؟ will the match. برافو عليك. مش دعوه بقول expect دي. will the match start on time. كده هجيب لك شوكليت تاني. عمرك اكلت شوكليت بطعم الكشري؟ هجيب لك شوكليت بطعم الكشري. في شوكليت بطعم الكشري اكلتهاش؟ لا دي موجوده. هجيب لك انت كمان. وفي شوكليت بطعم الحواوشي. عايز انهي؟ طب ما تجيبي لي كشري وحواوشي. ليه اللي بطعم الكشري؟ يا جماعه انتوا طبعا عارفين الشوكليت بطعم الكشري صح؟ اللي عارف الشوكليت بطعم الكشري يكتب لي في الكومنت انا عارف الشوكليت بطعم الكشري يا مس مي، واللي مش عارفها يكتب لي انا مش عارفها، عشان اشوف مين اللي عارفها ومين اللي مش عارفها. عمرو بنفسه هيبص على الكومنتس عشان يتاكد. تمام؟ طبعا هندي مسابقه، هنعمل جايزه كبيره جدا للناس اللي عارفه الشوكليت اللي بطعم الكشري. بس قولوا لنا اسمها ايه؟ اسم البراند ايه؟ هل هي كادبري؟ هل هي اسمها ايه؟ جالكسي؟ اللي فيه براند كده عامله شوكليت بطعم الكشري. قولوا لنا اسمها ايه، ولو عرفتوا اسمها ايه تتوقعوا صح تكسبوا معانا في التعليقات. يلا. خلاص نرجع للامتحان. انتوا كده خلصتوا ايه؟ خلصنا حل ايه؟ كل حاجه. لا كلمات. نراجع من الاول. اول حاجه شرحنا الجرامر. قلنا ويل، حالات ويل 6 تحفظوهم زي اسمكم. وبعدين قلنا معرفش الكومباراتيف والسوبرلاتيف. ذاكرته ضعيفة. مين ذاكرته ضعيفة زيه كده؟ واخر حاجة قلناها الكاونتبل والايه؟ والانكاونتبل. قلنا ماني وماتش، وبعدين قلنا فيو وافيو، قلنا ليتل واليتل، وقلنا some، وقلنا a lot of، وقلنا any. درس جامد متكامل يعني. وبعدين طبعا حلينا على الفوكاب، وبعدين حلينا تيستس. وهم يعملوا ايه دلوقتي؟ هيكملوا حل التست ويصححوا من الشيت ده. وطبعا يعملوا لايك وشير وسبسكرايب ويكتبوا لي قلوب كتير في الكومنت. اوكي اشوفكم في الفيديو الجاي. يلا باي باي.